بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل النهارده المربى بقوام جميل جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت، بدون بقى الوان وبدون اي حاجه. هقولك ازاي تطلع معاكي بالجمال ده وتبقى احلى من الجاهزه بألف مره واوفر كمان. عايزه اقول لكم بتمن برطمان صغير كده اهوت عملت البرطمانين الكبار دولت، وكمان غير اللي في الطبق. بجد والله طعمها احلى من بتاعت بره بألف مره. حاجه كده طبيعيه بدون مواد صناعيه، كلها كده مربى صافي كده اهوت او فراولة صافي، مش كلها كده اهوت حاجات كده اهوت سكر وحاجات ملهاش لازمة. فانتوا اعملوها بقى كده اهوت لاولادكم في البيت، حاجة كده نضيفة وحاجة مضمونة، وتبقي مطمنة كده اولادك بياكلوا ايه في المدرسة او في البيت حتى. يلا بقى كده على طول نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا ريت الفيديو ده لو عجبكم ما تخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي اشترك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. جبت كده الفراوله غسلتها كده كويس، وبعد كده هوت بدات كده ايه ان انا اشيل اللي هو الحته اللي فيها الورده الخضراء ديت، وهنضفها كده. الفراولايه الكبيره همسكها اقطعها على 2 أو 3، والصغيره ممكن اسيبها كده سليمه بحالها عادي. هي كده كده في الاخر مع التسويه كله كده هيدوب مع بعض. دي بقى كده الفراوله اللي انا ايه قطعتها. انا بص بعد ما نضفتها وغسلتها صفصفوا معايا على 2 كيلو كده من الفراولة. يعني انا كنت جايبة كده هوت حوالي 2 كيلو ونص، فعبال ما نضفتهم وغسلتهم كده هوت بقوا 2 كيلو. وحطيت بقى عليهم كده كيلو من السكر، ده سكر طومين عادي، لو ما عندك السكر طومين تستخدمي اي سكر عادي. حطيتها كده في التلاجة لحد ما نزلت المية بتاعتها بالشكل ده. هبدأ بقى كده ارفعها على النار، والنار في الاول كده مش بخليها عاليه، وبالذات لو انتي مش واقفه قدامها خلي النار هاديه عشان دي بتفور على البوتاجاز. بصوا بقى منزله الميه لونها عامل ازاي. هنزل بقى كده السكر اللي طاير في الجوانب دي كده اهوت، وهخلي النار كده اهوت ايه تكون يعني هاديه او متوسطه. لو واقفه قدامها ممكن تعلي عليها شويه كده اهوت وتتابعها على طول عشان ما تفورش مني. بص بقى طلعت منها اهم حاجه عشان اللون بتاعها يبقى زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده اهوت. اي ريم يطلع تشيليه. انا كدهوت عشان النار هاديه الريم يعني ايه مالي الحل. انا هعلي النار دلوقتي هتشوف هتبصي تلاقي الريم كله طالع على جنب. حاولي تخلصي من الريم دوت كده اهوت زي ما انتوا شايفين. بصوا لما عليت النار الريم بقى جالي كده كله على جنب كده، وبدات كده اشيله. بعد ما اشيل الريم هرجع كده اخلي النار هاديه او متوسطه، ولان انا مكنتش واقفه قدامه بصراحه كنت بعمل شويه كده وارجع ايه اروح اقعد. هنا بقى نقصت شويه بعد شويه كده اهوت. بصوا بقى القوام بتاعها عمل ازاي تقل شويه وبرده في ريم. انا هنا هحط بقى كده شويه من ملح الليمون، او تحطي ليمونه او نص ليمونه، يعني يا تحطي ملح ليمون يا اما تحطي ليمون. بصوا برضو طلعت ريم تاني. انا كده بصوا الريم اللي على الوش ده اللي في الاخر ده يعني ايه هتخلص منه دلوقتي، بس لما يتجمع بقى كله على بعضه. هنا بقى انا هحط كده مكون هو اختياري، بس بصراحة بيفرق خالص من الفراولة، وبتبقى معاكي طعمها احلى من بتاعت بره بكتير. بتاعت بره بجد والله مش كل الانواع، بس يعني حتى انضف الانواع مش هيبقى زي ده. جبت كده الكيس اللي هو من الجيلي دوت اللي انتوا شايفينه، حطيت عليه حوالي كوبايه ميه كده سخنه مغليه، وقلبتها كويس ونزلت بيه. هتحسي القوام بعد ما بدأ يتقل خف تاني شويه. بصوا انا كنت اختبرت حبه، يعني انت لو عايزه تستغني عن كيس الجيلي ده يعني ايه هتختبريها كده، هو تحطي حبه في الطبق لو لقيتيهم تقلوا كده شويه، وبعد ما بردوا خلاص كده تمام. لقيتيهم لسه خفاف هتسيبهم شويه على النار. حابه تحطي كيس الجيلي دوت هيبقى حلو جدا. مش حابه برضو مش هتبقى وحشه وهتبقى حلوه. الجيلي ده بيبقى ليه كده فوائد. بيبقى الجيلي طبعا حاجه مفيده، وتاني حاجه بيديها قوام حلو جدا بعد ما بتبرد. يعني انا هوريكم انا هفضيها معاكم عامله ازاي، بتبقى خفيفه شويه، ولما بتبرد بتبقى عامله ازاي بسبب الجيلي. بصوا هنا خفيفه ازاي، تقولي لا دي خفيفه ولسه ما بقتش ايه مربى. لا بس هي دلوقتي انا هوريها لكم. انا سبتها هديت بس شويه، هي لسه سخنه، يعني هي في المرحله دي كده لسه سخنه. معايا برطمانين، البرطمان ده بيشيل كيلو مربى حمليهم. بصوا لو تلاحظوا ان انا وانا بفضيها في بخار لسه طالع، يعني لسه مش بارده تماما. حاولي فضيها كده تكون لسه برضو سخنه شويه، او حتى تكون دافيه. المهم ان هي ايه
ما تسيبهاش لما تبرد على الاخر، عشان كده تبقى عامله شبه المربى اللي بتتباع جاهزه، تلاقي الوش بتاعها كده من على الوش كده خاتم كده معاكي. هعملي بقى البرطمانين وهيفضل معايا كده شويه، احطهم في طبق صغير. بس ما شاء الله بجد، يعني عايزه اقول لكم انا جايبه كميه الفراوله دي كلها ب50 جنيه، غير اللي اتاكل منها. وتاني حاجه بقى كيس السكر، يعني انا عايزه اقول لك البرطمان ده انت لو جبتيه من بره مش اقل من 60 جنيه او او اكتر. وكمان مش بالجمال ده، يعني عشان تجيبي بالجمال ده والله العظيم هيبقى اغلى من كده بكتير، واقل من نص الكميه اللي انت شايفاها دي. بصي انا سبته كده برد كده بره، يعني بدرجه حراره المطبخ. طبعا لو انت بقى لسه هيتحط في التلاجة هيتقل شوية عن كده. لو انت حباه يبقى اخف من كده هتخففي شوية القوام، او هتدفع عليه بدري شوية. بس عايزة اقولك بجد جميل جدا، هينفع في وصفات كتير، يعني سندوتشات المدارس ما يسيحش منك. تاني حاجة لو حابة تعملي منه اي حلويات، تشيز كيك بقى، اي حاجة بقى كده انت بتحبي تحشيها مربى هتبقى جميلة. كنت عامله بقى العيش الفينو عيش فينو بالعيش الاسمر. ان شاء الله هنزلها لكم الفيديو اللي جاي. بس بقى بصوا بقى الجمال بتاع المربى جميله جدا، والعيش الفينو ده هيعجبكم جدا. انتظروا بقى الفيديو، انا عامله عيش فينو صحي بدون دقيق ابيض خالص، يعني بدقيق بس اسمر، وطلع معايا بصراحه جميل. بص المربى لما بتتفرد على السندوتش عامله ازاي، جميله جدا، لونها حلو، طعمها لذيذ جدا فوق الوصف. جربوها ما تكسلوش، وجيبوا وجربي كده ان شاء الله، حتى تجيبي كيلو بس فراوله وجربي، بجد هتعجبك وهتجيبي تاني وتعملي. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه اشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.